أحضان خديجة التي كانت تستغل شبابه وتستغل هلاوسه في بشرائه بالمال مقابل إعطائها الجنس والاسم، لأنه من بني هاشم. أنا طبعا لا أحب أعدل أنا غصة في حلق من عاداني، كما يقول شاعركم القحطاني الأهبل. فبالتالي النبي محمد لما نشأ بهذه الطريقة ولما أراد أن يعمل، يعني جت له الهلوسة لما كان في الغار وضحكت عليه خديجة بموضوع النبوة واستغله ورقة بن نوفل، فبعد ذلك لما صار له شأن شاف أنه أفضل حاجة هو أن يجعل واحد من أولاد عمومته يثق فيه متربي على إيده يجعله وريث من بعده. فجاب هذا الحمار الأبله اللي اسمه علي بن أبي طالب، الذي هو يعتبر يعني أتفه شخصية بين العرب قاطبة، يعني لن تجد بين العرب من هو أتفه من علي بن أبي طالب. لم يكن لديه ميزة غير أنه كان ينكح بنت النبي وأنه ابن عم النبي. ليست لديه ميزة واحدة، ليست لديه ميزة واحدة. تافه، مذموم من الناس، يعني حقير، ما حدا يحبه، جبان، اغتصبوا بنته ما استطاع أنه يدافع عنه، ضربوا زوجته مثل الخروف، جلس ما يقدر يعمل شيء. حاول أن يقوم بإنشاء جيش وينتقم لنفسه ويعمل فيها قائد. الجيش تبعه خذلوه وما رأوا فيه القيادة، لذلك رجع حقيرا صاغرا إلى العراق وانتصر معاوية في النهاية في معركة صفين. وبعد ذلك أطلق على معاوية أمير المؤمنين، وأتى ابنه الحسن وتنازل للخلافة لمعاوية لأنه شاف أنه أبوه واحد أهبل، وأن هذا الكلام ما يمكن. هذه العائلة الحقيرة التافهة اللي ما حدا بيعترف بيها أنها ممكن أن تكون لها شأن في الجزيرة العربية. بينما معاوية كان له شأن لأنه صاحب عقل وصاحب نسب. ومعاوية من ناحية الملك ورجاحة العقل وإدارة الدولة وإقامة الدولة بمعايير تلك الفترة أفضل من علي بمليون مرحلة. كما أن ابنه يزيد أفضل من علي، مجرد تافه حقير. يعني الذي نجح فيه أبوه هو يعني اللي هو فشل يعني كبير جدا، حتى لم يستطع أن يصل إلى عشر معشاره. الحسين الذي كان عنده شوية عقل هو ابن السبية محمد بن علي، والحسن ابن علي وفاطمة. فهذول اللي كان عندهم شوية عقل وما أدخلوا أنفسهم في معمعة الحروب. أما علي فهو إنسان تافه ما كان عنده أي قيمة. لذلك يعني كما تقول الروايات الشيعية التي تؤله علي تقريبا، تقول عنه أنه كان جبان حقير تافه. لما أتوا إليه وطلبوا بنته ولما سئل أحفاده عن ذلك قال ذلك ففرج غصبناه يعني يعني اغتصبوا فرج جدته، الحمار الصادق اللي قال هذا الكلام. يعني تصور أنت. ولذلك اليوم الشيعة مثل ما بتشوفون يعني هم تعلموا الكذب من علي بن أبي طالب. كان حقير لما كان يجي أبو بكر يحط راسه بالأرض، حقير ذليل، مثل ما أجبروه وبايع أبو بكر وعمر مثل الخروف وبايع عثمان مثل الخروف. ولذلك تجد كثير من الشيعة اليوم يمارسون نفس التقية ونفس الكذب، لأن التقية مثل ما يقول إمامهم الغبي في الروايات الشيعية، يقول التقية ديني ودين آبائي. طبعا دين آبائك، لأنكم شوية ناس جبناء. ولذلك أنتم ترون الآن كيف أن حزب الله أثبتوا ذلك بالاسم وبالمكان وبالصاروخ وبالنوعية الصاروخ. أنهم أطلقوا صاروخ على الجولان على مجدل الشمس وشو كان اسم المنطقة. والجبان الحقير لما شاف عواقب الموضوع ما عنده شجاعة يقول لا أنا عملت هذا الكلام، فأنكر ومسح إيده من ذلك. واليوم أتى التأكيد الأمريكي بأن حزب الله هم من أطلقوا الصاروخ. والدور جاي عليهم وراح يدعسوا على رأسهم
مثل ما دعسوا على رأس علي بن أبي طالب من قبل. ولكن دعس السنة على رأس علي بن أبي طالب لا زال كان فيه احترام، ولكن دعس الإسرائيليين والغرب على رأس حزب الله وعلى رأس حماس وعلى رأس الحوثيين لن يكون له يعني موضع يعني بعد ذلك قومة. لذلك هذول الناس يعني شوية ناس جبناء، لما الموضوع يشتد ينكروا ويكذبوا، مثل ما بتشوفوهم انتم يوميا لما بنناقشهم في التيك توك. شوية ناس كذابين جبناء ما عندهم أخلاق ولا شرف ولا غيرة ولا أي حاجة، أعراضهم بيبيعوها بالفلوس، ما ساداتهم شوية قواويد يعني. فأنت شو متوقع من طائفة مثل هذه يعني؟ بالإضافة إلى التخلف والحقارة والقتل والاعتداء وكل هذا كذابين كمان يعني اجتمعت فيهم كل النقائص اللي ممكن تكون موجودة في البشرية. هذه قصة علي بن أبي طالب ببساطة شديدة. ليش تحبني في الله؟ أنت ما بتحبني في الله، أنت متوهم حاجة اسمها الله بتحبني فيه. الإله الذي أنت تؤمن به أنت نفسك ما بتعرفه، فكيف بتحبني فيه؟ يعني أنا مثلا ممكن أحبك عشان أمي لأني بعرف أمي، ممكن أحبك عشان أبويا لأني بعرف أبويا، ولكن أنت بتحبني في الله، أنت ما بتعرف الله. إيش هو الله هذا اللي أنت بتحبني فيه؟ وين جالس؟ كم عدد أصابعه؟ كم شعر يوجد في أنفه؟ كم شعر يوجد في لحيته؟ هل هو أصلع ولا عنده شعر؟ هل عنده أذنين ولا 3 ولا 10؟ هل عنده حلمات صدر ولا ما عنده؟ هل عنده سرة ولا ما عنده؟ هل عنده ثقب في مؤخرته ولا ما عنده؟ شو هو الله الذي أنت بتحبني فيه؟ أنت متوهم أنك أنت بتحبني في الله. فلذلك لما تأتون تكلمون عن إلهكم اتفقوا واجلسوا مع بعض أنتم اللي مؤمنين بهذه الآلهة، واتفقوا كلكم وقولوا طلعونا نموذج واحد، بحيث لما نسأل أي واحد مؤمن بهذا الإله يقول لنا إيش هو هذا الإله. أنا طيب تسلم. لماذا أنتم تجلسون تتكلمون تشدقون كثير عن هذا الإله وأنتم ما بتعرفوه أصلا؟ ثم هذا الإله ليش متخفي عنكم؟ يعني لو مش متخفي عنا هذا موضوع ثاني. ليش متخفي عنكم أنتم المسلمين خاصة؟ ليش إلهكم ما جاء يدافع عنكم؟ ليش بتسحقون ليل نهار وإلهكم جالس يتفرج وبيصفق وبيشجع الإسرائيليين عليكم؟ لأن ببساطة شديدة أنتم بشوية ناس ما عندكم عقول. لو عندكم عقول جلستوا مع أنفسكم وطرحتم هذه الأسئلة بدل الغباء الذي تكرروا ليل نهار، إن الله يمهل ولا يهمل. يمهل كم يعني؟ 2 10 20 200 ألف مليار؟ كم سنة راح يمهلكم؟ كم سنة راح يعطيكم فرصة عشان تكونوا أنتم بالفعل شعب الله الذي سيرث الأرض ومن عليها؟ شوية كذبة، شوية ناس عندكم هلاوس جماعية يعني. فلما تأتون تجلسون تتكلمون عن هذا الإله بينون لنا مين هو الإله الذي أنتم جالسين تتكلمون عنه. إلهكم يعني بيستهزئ بالناس مثل أي واحد حقير يعني. إلهكم ماكر، لا بل هو خير الماكرين، مثل أي ثعلب مكار نصاب بتاع 3 ورقات. إلهكم هذا الذي تتشدقون به ليل نهار بيسب الناس، بيلعن الناس، بيكفر الناس، بيطعن في الناس، اللي بذيء اللسان بذيء الأخلاق، ما عندوش أي شرف. إلهكم هذا كانوا بيشتغل قواد، تعال اعمل لي هذا وأنا أخليك تنكح حريات يعني. بالضبط هذا اللي بيشتغل أوراني في بيت الدعارة. إلهكم بيشبه هذا. أنتوا لما تتكلمون عن هذا الإله حطوا راسكم في التراب. إلهكم بتحس أنه هو شخصية هذا اللي شوارب وهكذا شوية كده ومنزل الزلف لحد هون وبيقول ده أيوة يا ست، أيوة يا فندم، أيوة حتتمتع. إلهكم بالضبط عامل مثل هذا. وزوجناه من حور العين، يلا ادخل وانكح. شو هذا؟ بتحسوا قواد ما بفاتح بيت دعارة. شو هذا؟ استحوا لما تتكلمون على إلهكم. خليكم في هذه الشريعة القذرة بيكون أفضل. إله والله بحبك في الله. إله إيش اللي بتحبوني فيه؟ إله إيش اللي بتحبوني فيه؟ إله إيش هذا اللي أنتم تتعبدون إلى اللي هو السايكوباتي ليل نهار بيسب الآخرين وبتكفير الآخرين وبقذارة ما موجود في القرآن يعني؟ كيف هذا الإله أنتم بتحبون حدا فيه يعني؟ هذا الإله بتقول ممكن أنا أنكحك في الله، أنا أجود في الله، أنا أقتل في الله، ولكن أحبك في الله هذه بعيدة. صعب أن الواحد يصدقها صراحة. أحبك في الله هذه صعبة صراحة.
لكن أنتم خجلانين من هذا الإله ومن هذا النبي ومن هذه الشريعة عشان هيك مش عارفين شو بتعملوا، وما عندكم شجاعة أصلا تواجهون أنفسكم. اجلسوا مع أنفسكم شوية، قولوا خلينا نفكر بهذا الإله، نشوف هل هذا الإله يعني بيدخل العقل ولا بيدخل التواليت حتى، ولا شو بيعملوا. تكلموا عن إله بأي أساس يعني؟ قال لك والله جالس على العرش، شو بيعمل في العرش؟ قال له والله ما حدا بيعرف. مستو على عرش استواء يليق بجلاله. ايش هو اللي يليق بجلاله؟ يعني احنا عرفنا ايش هو العرش عشان نعرف اللي بيليق بجلاله. ايش هو اصلا العرش هذا؟ يلعن ابو العقول المتخلفه، ايش هو العرش هذا اصلا؟ جالسين ليل نهار بتقرفون، كتبوا مئات الكتب عن تفسير هذا العرش. ايش هو العرش هذا؟ قال لا، عنده العرش وعنده الكرسي، والكرسي هو موضع القدم من العرش. يعني تعرف هذا الدكاية الصغيرة اللي بتكون انت جالس على الفوتوليا وبتحط رجلك على هكذا في شغلة صغيرة، هذا هو الكرسي. قال وسع كرسيه السماوات والأرض. يعني انت عمليا حرفيا جالس تحت قندرة الله سبحانه وتعالى. هذا هو الإله تبعك. انت لما تتكلم عن الإله انت تتكلم عن شغلة يعني في غاية الهبل، في غاية الغباء. يعني تتكلم عن ماذا؟ إله والله احنا نؤمن بالله. ايش هو الإله هذا؟ إلهك عامل مثل أفلام كرتون، رجال طويل عريض ما تعرف عنده لحية ولا الأمرد مثل ما يقول ابن تيمية. إلهك ما بتعرف ايش هو، شو بيعمل. لا، وجالس ليل نهار طالع نازل طالع نازل طالع نازل. ادعوني أستجب لكم، استغفروني أغفر لكم. ليش يا حمار؟ وانت لازم تنزل بنفسك عشان تعمل هذه الحركة، تستجيب وتستغفر للناس؟ ايش هذا الغباء؟ إله أحمق ما بتعرف راسه من رجليه، اللي بيعمل تصرفات غبية. قال إني ممدكم ب1000 من الملائكة. ليش تمد الصحابة اللي هم 300 ب1000 ملائكة؟ روح مد شعب غزة ب1000 من الملائكة. ليش مش قادر ولا ما تقدر على اليهود، بس كنت تقدر على بني العربان؟ لأن أنت واحد طلعت من الصحراء العربية. لما الموضوع اتسع منكم وصار في قنابل وكذا، لو أنت ما وصلت لمرحلة القنابل والأسلحة الذكية. إيش هذا الغباء؟ والله إلهكم عظيم، ولو أراد الله أن يهلك من في الأرض لهلك. ما ولا بيقدر يعمل حاجة. 1400 سنة بتكررون نفس الغباء وتنسحقون وينداس عليكم بالقندرة بسبب هذا الإله الغبي اللي أنتم متوهمين في هلاوسكم. إيش هذا الإله اللي ما بيقدر يعمل لكم حاجة؟ قال شوف يا أخي في قصة عمرو بن جموح هذا اللي كان عنده الصنم، اللي كل شوية أولاده بيروحوا يحطوه في الوساخة، ثم أعطاه سيفه قال يدافع عن نفسك. فبعدين شافه قال لا والله هذا مش إله. ويأتون لنا بقصة إبراهيم قال فعله كبيرهم فقال يعني والله لقد علمت أن هؤلاء ما ينطقون. قال أنتم كيف تعبدون ناس ما بينطقوا كذا؟ على أساس أنك أنت سمعت صوت الله، على أساس أنك أنت شفت الله، على أساس أنك أنت شفت الله ماسك الحربة والسكينة وسكينة الفواكه وجالس يقشر برتقالة. كيف في غباء؟ على أساس الله لما ليل نهار الناس تدعس عليه وتقول أنه غبي وأحمق وكذاب وجبان وعديم الأخلاق وكل هذا، عمل حاجة ويقدر يعمل حاجة. على أساس أن الله لما يندعس على مساجده وعلى بيوته يقدر يعمل حاجة. على أساس أن الله لما سرقوا الحجر الأسود قدر يعمل حاجة. على أساس أن الله لما بيصير مجازر في المسلمين يقدر يعمل حاجة. إيش هذا الغباء؟ هذول الذين كانوا يعبدوا الأصنام أعقل منكم، على الأقل أنهم كانوا بيعرفوا أنه أصنامهم ما بتعمل أي حاجة. ولكن أنت أهبل ما بتعرف أن إلهك ما بيعرف يعمل أي حاجة. ولكن لأنك أنت مصاب بهلاوس جماعية تمنعك من التفكير. هذه الهلاوس تمنعك أنك أنت تفكر أنه هذا الإله الأهبل اللي أنت بجالس تعبده ليل نهار، اللي بيطلب منك ترفع له طيزك وتشوف شكل مؤخرتك. إيش هذا الإله التافه اللي بيطلب منك أنك أنت ترفع له مؤخرتك؟ هذا إله تافه. شو هذه الفكرة إنه أنا أرفع مؤخرتي؟ شو هذه بحياتك فكرت فيها؟ مين اللي بيحب هذه الوضعية؟ هل في إنسان أنت الآن لو شفت إنسان عادي بيرفع جالس هكذا بيرفع مؤخرته بدك تطلع عليه؟ شو هذا الإله الأحمق اللي بيحب الناس؟ بيكون أنت أقرب ما تكون إلى الله هو في وضعية السجود، إنك أنت يكون مؤخرتك لفوق.
شو فكرت في هذا؟ فكرت ان الذي قال هذا الكلام الاهبل كان بيحب شكل طيزك، يحب طيز امك، طيز ابوك، طيز اختك، طيز بنتك، طيز ابنك، طيز عائلتك. هذا الذي يحب هذه الوضعيه بيحب شكل اطياسكم يا متخلفين. ما في اله محترم يقول لك ارفع لي مؤخرتك عشان اشوف، عشان تكون قريب مني. اللي بيحب انك تكون قريب منه بهذه الوضعيه هو الذي بيفكر في ثقب مؤخرتك اهبل. ولكن هو ما بيفكر. هذا الكائن المتخلف الذي يقوم بهذا ما بده يفكر. لا 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 يا اخي، سبحان الله، هذه عباده لله سبحانه وتعالى، والله حر يامرنا حتى لو ناكنا ما في مشكله. يخرب بيتك اللي يا اخي، عن ابو الغباء اللي انتم فيه. شوية أغبياء، شوية ناس هبل ما عندهم درجة هكذا ذرة من العقل يا أخي. والله ب5 جرام عقل ما في، يعني مخ ما في، يجلسوا يفكروا بهذه الوضعية. ليش أنا بدي أرفع هذا؟ لا فرحانين جدا، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي. أعلى وين يعني؟ أعلى وين؟ أنت رافع مؤخرتك أعلى. شو أعلى شو بيعمل معاك؟ أنت إذا فرحان بهذه الوضعية